استوديو تحليلي على شاشة نايل سينما ومكملين معاكم. دلوقتي معانا مجموعة عمل فيلم بعنوان باب الفلة. باب الفلة هي منطقة معروفة جدا في تونس، ومعانا دلوقتي كرو عمل الفيلم ده. لما نبتدي مع بعض نبتدي مع الفنانة المغربية نفيسة بن شهيدة، مظبوط؟ ومعانا كمان المخرج الأستاذ مصلح كريم، ومعانا الفنان التونسي علي بن نور، ومعانا المنتجة التونسية خديجة المكشر. أهلا ومنورين معانا. وإيه حكاية فيلم باب الفلة؟ يعني الفيلم ده يمكن بيتكلم عن منطقة معروفة في تونس، ولكن إيه علاقة الاسم ده بموضوع الفيلم؟ أبتدي مع المخرج، اتفضل حضرتك. بل كل شيء نشكركم على استضافة الفنانين اللي قاموا بالفيلم وبالمنتج وبشخصي. باب الفلة هي حومة حي في المدينة العتيقة بتونس. أنا تربيت فيه وكبرت فيه والفيلم ده يحكي على مشاكل صاروا في الحي، في هذا الحي، لكن من كثرة المشاكل اللي موجودة فيه نفهموا اللي المعنى بتسمية الفيلم بباب الفلة. المقصود منه مش الحي بس، نقصد به بلاد كاملة، وبالتالي يكون هذا الحي يصبح يمثل وطن، بالتالي تكون باب الفلة هي تونس. الفيلم بدأ تصويره يمكن قبل الثورة، مظبوط، وبعدين توقف أثناء الثورة التونسية العظيمة، الثورة الأولى في الوطن العربي. أخذ وقت قد إيه تصوير الفيلم؟ الفيلم أنا بدينا التحضير متاعه في وسط 2010. ابتدى التصوير يوم 13 جانفي. يوم 14 صار اللي صار في تونس وصارت الثورة وهرب بن علي، فوقفنا التصوير وقعدنا نستنى 9 أشهر حتى لين تعاودت حكومة جديدة وتعاودت ولا عنا وزير ثقافة وإدارة جديدة. من بعد بدأنا التصوير في سبتمبر. صورنا على امتداد 6 أسابيع، ووقفنا الفيلم عشان الدور الرئيسي اللي يمثله الجستوسي الأستاذ علي لازمته يفقد الوزن. دونك وقفنا شهر ونص حتى عمل ريجيم، ومن بعديك صورنا في أسبوع الملجأ. حضرتك خسيت مخصوص الفيلم ده، عملت ايه بقى؟ دايت، سيفير دايت؟ انا فهمان عليك، انت بدك شو الوصفه يعني؟ الوصفه بالظبط. لا سيبني من الفيلم دلوقتي، انا عايزه الوصفه، فهمتني على طول. الوصفه سهله يا ستي، سهله انك تعملي سينما. نعم، سينما. ما ترددتش خالص لما اتعرض عليك الفيلم او الدور ده؟ لا، انا في الحقيقه تعرض عليه السكريبت، وفي يومه قريته وكلمته، يعني كنت فاجئني الكتابه معنى السيناريو فاجئني كتير، لانه كان مطروز. حلوة قوي التعبير، مطروز. كان مطروز، حلوة قوي. معناها كان كتابته متقونة جدا. أنا تفاجئت بصدق، يعني تفاجئت فيه، وكنت مبسوط أنه طبعا فيه دور أول كمان طبعا. والموضوع موضوع كان موضوع ما في تونس، يعني في السينما التونسية ما تطرقنا أبدا لكلام لهيك موضوع. انت مع الاسف ما شفتش الفيلم يتطرق الى موضوع. شفت اجزاء منه بس مش كله بصراحه. هو موضوع الفيلم معناها موضوع ينجم يكون في مصر، ينجم يكون في المغرب، ينجم يكون في اي بلد. يعني احنا نتكلم تونسي صح، نتكلم تونسي في الفيلم، لكن لو كنا نتكلم مصري لكان نجم يكون مصري، يعني لان احنا عندنا نفس، نتقاسم نفس الهموم ونفس طبعا. المشاكل، يعني لانه السياسات كانت نفسها، ولذلك جاءت الثورات. اكنهم وطن واحد كبير، كانت هي دي المشكله، يعني ما كانوش مجموعه أوطان. يعني لو أخدت مثلا دلوقتي من اللي حضرتك بتقوله دلوقتي اللغة،
هل ممكن اللغة فعلا تكون عائق لتوصيل المعنى هي اليوم معناها بررنا أن اللغة ما هي عائق، لأنه اليوم القاعة معناها كانت قاعة مصرية تقريبا. الفيلم اتعرض النهاردة. رد الفعل كان عامل ازاي؟ كان رد الفعل إيجابي جدا، وأنه شو هو الإيجابي؟ ليش احنا نقول إيجابي؟ لما خلص الفيلم شفنا الناس اللي شافوا الفيلم ما فلوا، بقوا في القاعة ناطرين الدسكشن، الندوة والحوار والنقاشات، والنقاش كان يعني مفتوح وكذا. يعني الناس كانت عندها رغبة أن تناقش، تعرف وتسأل. وضع جملة من التساؤلات وجملة وهذا هو الإيجابي أخيرا هو هذا الإيجابي يعني. طبعا. هنا معانا كمان نجمة مغربية في فيلم تونسي، ازاي حضرتك اخترتها والفيلم ما كانش صعب عليكي؟ اللغة طبعا شبيهة جدا، مظبوط؟ اللغة ما تتشبهش بزاف، احنا كنقولوا بزاف ما كتشبهش كثير للهجة المغربية، وما كتشبهش اللهجة المصرية نهائيا، لكن الممثل كيبقى ممثل. يمكن يمثل بالانجليزيه ولا الفرنسيه ولا الاسبانيوليه، كل شيء في السيناريو، يتبع السيناريو ويخدم. واجهتي صعوبات في اتقان اللغه؟ انا قريت سيناريو في الاول، قريت سيناريو، خدمت الشخصيه بتاعي، ومن بعد لما تلاقيت مع مصلح خيرم قال لي مش مشكله، انا حبيت الشخصية بتاعك، أنا حبيت اللعب، just your play in the movie. حضرتك كنت شفت لها أعمال قبل كده؟ كنت اخترتها إزاي؟ والله الاختيار قامت به خديجة، خاطر ما نعرفش نفيسة. خديجة هي اللي المنتجة متاع الفيلم، هي اللي شافت أعمال نفيسة. أنا في الحقيقة قدمت لي خديجة بعض الأعمال صورت فيهم نفيسة، بس أنا ترددت نشوفها تمثل. شفت الصورة متاعها على خاطر أنا في رأسي كنت نتخيلها الشخصية والممثلة كيفاش باش تكون. فلقيت الشخصية متاع الممثلة نفيسة معناتها تشبه في الملامح متاعها الشخصية اللي كنت نبحث عليها، كانت سهلة العملية. من بعد اتصلت بها وقعدت نحكي معها، لقيت عندها أسئلة تساؤلات اللي الممثل هو اللي نجم يسألهم، ففهمت اللي عندها رغبة كبيرة في تجسيد الشخصية. واثنين فهمت على حسب ما قرأت من السيناريو، فهمت السيناريو. أكتر حاجة عجبتك في الشخصية إيه؟ قبيحة جدا شريرة، دور جديد بالنسبة لك؟ هي ظريفة جديد، نعم. لما حبست التورناج، لما ساليت التورناج مشيت لبيتي، كان الشخصية مازال في ذاتي، ما مكلياش، ما عمرها ما طرات لي جامي. لكن حبيتي الدور، حبيته. نرجع بقى للمنتجة والفلوس اللي بتدفع وتشجيعك، رغم ان السيناريو ده يمكن اتقدم قبل كده واترفض، وده كان 97 اعتقد، والنهارده الفيلم بتنتجيه بعد رفضه في 2010 او 2009 ولا 2010؟ 2009. الحق ايه اللي شجعك وكنت واثقه ان والله احنا السيناريو هذا جريء، الجراءه نتاعو خلته يترفض عام 97، وهذا اللي خلانا نشدوا فيه صحيح، نشدوا فيه، نحبوا نوصلوه للاخر. ورغم الظروف ورغم الصعوبات، وتوقفنا في الثوره والمشاكل الفلوس، عندنا برشا، صاروا لنا برشا مشاكل الفلوس، اما يظهر لي الفيلم هذا عنده نجمه وراه، عنده حاجه وراه، فما حاجه حبته يوصل، هي دعم الفنانين،
وقوتهم معنا، قوة التقنيين اللي كانوا معنا، قوة الناس اللي عاونونا، الأصحاب، الناس في المدينة اللي حلونا بيبانهم، اللي عاونونا في التصوير. وهذا دعم كبير، أكبر دعم معنوي، خاطر الفلوس تروح وتيجي ونلقاو حل، نلقاو حلول، خاطر حتى الممثلين الكبار تلقى معاهم حل في فيلم صغير، في أول فيلم، خاطر هو أول فيلم زادة، والناس ما يمشوش معاك، ما يثيقوش فيك، ما عندهم ثقة. وحتى لي أنا كمنجة هو أول فيلم طويل، عملت أفلام قصيرة وثائقية قبل كده، أفلام قصيرة، ده أول فيلم طويل في الإنتاج، حبينا نوصلوه، ربي معانا، قال الآخر كان فما روح في الفيلم، إن شاء الله تكون وصلت. والحق في الظروف هذية مع الشعوب نتاعنا في مصر وفي تونس باللي صاير الكل، نحبوا نقولوا للفنانين التوانسه المصريين وكل شيء شادين ثابتين هوني مع الشعوب نتاعهم، للديمقراطيه، للحريه، لحقوق المرأة. سمعت حضرتك أثناء الفاصل قلتي أنا متفائلة جدا، متفائلة على المستوى السينمائي، مش هتكلم على المستوى السياسي، هتكلم على المستوى السينمائي، إن الفترة اللي جاية هيكون في سينما أكتر تونسية، متفائلة؟ والله في فترة بن علي كنا شبه أموات في السينما التونسية، كنا أموات. ما نجم نكون كان متفائلة، ما نجم يكون كان ما عنديش التفاؤل، ما نجمش نقدم، ما نجمش نحارب. انا توا لازمني نحارب للقدام، معناتها ما لازمنيش نسيبوا اليدين، لازمنا نكملوا في طريق، ولازم التفاؤل، لازم التفاؤل. حتى مرات واحد يقول ما عادش نجموا نقدموا، طبعا يصيب باحباطات ساعات، بس اما التفاؤل لازم، بلاش تفاؤل ما نجمش يقدم الفنان. هتقدمي افلام طويله تانية ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. تكلفه الفيلم حوالي كانت قد ايه؟ اصعب سؤال، اصعب سؤال. وصلنا بالدينار التونسي نجم نقول، اوكي، وصلنا 980 مليون دينار تونسي، معناتها يبقى حوالي كم مصري؟ مش عارف. $600,000. 600,000 دولار. واو، يعني كتير. لا الفيلم يعني فيه اكبر فنانين التونس. كنت لسه عايز اسالها، يعني نجوم كتير، في نجوم كتير في نجوم كتير وفيلم معناتها صعب حتى في الديكورات، في برشا ديكورات. فيه مصلح ما يحب يخدم كان مع الفنانين، وحتى اللي يقول كلمه في الفيلم هو فنان كبير في تونس، معناتها. وهذا معناتها هذا شوا اختيار مخرج. مقارنة للفيلم التونسي الأولاني، يعني احنا تونس مشاركة بفيلمين، فيلم باب الفلة وفيلم مملكة النمل. يعني لما تقارن انت شوقي المجري واستاذ ومصلح كريم، يعني انت تقارن ميزانية الفيلم مملكة النمل اللي هو تقريبا $3 ملايين، واحنا $600,000. يعني انا بتكلم عشان فيلمكم في ستارز كتير. طب هنا اخر سؤال بالنسبه لي، الفيلم فيه مشاهد حميميه كتير، فيري كلوز، ما قلقتوش من ان يكون الفيلم ده ممكن يكش منه مجتمع معين، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها؟ يعني رد الفعل، ما خفتوش من ردود الافعال؟ لكن يحبوا مجتمع معين كمان. ممكن يبيع اكتر، يعني ممكن لا، ما ده اللي بقصده، يعني ممكن في مجتمعات تحبه وفي مجتمعات ترفضه. هو اللقطات حميميه ما فماش في الفيلم لقطات حميميه، بس نحن خذينا لقطات من فيلم اخر وظفناها في الشريط، وهذا فما غايه، على خاطر الفيلم يحكي على مشاكل التونسيين مع الكبت ومع الجنس ومع السياسة ومع مع الدين ومع موت الثقافة، مع موت التحضر، قلة التحضر، على موت الصحافة. معناتها فما برشا مشاكل كانت موظفة. اللقطات الحميمية في الفيلم كامل تعودوا تشوفوا ما فيش ولا قبلة، معناتها ما في حتى شيء، معناتها بالنسبة للتصوير متاعنا، بس وظفنا حاجات علشان نحكيه على بعض المشاكل في المجتمع التونسي. ده الفيلم النمرة كام بالنسبة لحضرتك؟ سامحني ما فهمتكش. يعني نمرة 1. أول فيلم لحضرتك فيلم طويل، قبل كده كان في أفلام عملت أفلام قصيرة وعملت أفلام أنيميشن، بس هذا أول شريط طويل.
اول فيلم طويل. عموما نورتونا بجد، بفضلك. ويا رب باب الفله يحقق نجاح شكراً. ويحصد جوائز، ومحتاجين منتجين اكتر، وانا مبسوطه بتفاؤل حضرتك جدا يعني. تفاؤل عايزين، محتاجين تفاؤل، محتاجين بوش للتفاؤل اكتر. نورتونا. ودلوقتي شكراً كنا مع الفيلم التونسي باب الفله، ولسه مكملين معاكم واستوديو تحليلي على شاشه نايل سينما والمهرجان الاستثنائي للقاهره السينمائي الدولي دورته ال 35. تضم